السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الله العبوس في فيديو جديد. طبعا وحشني يا جماعة، بالله وحشني. وطبعا فكرة الفيديو النهاردة عن سبب اختفائي عن اليوتيوب. نخش في الموضوع على طول. طبعا يا جماعة أنا كنت شغال في مصنع 8 سنين وكان معايا الشلة بتاعتي اللي بتطلع معايا في الفيديوهات، كانوا معايا في نفس المكان. تمام. في اللي كان حابب مجال التصوير معايا، انا بحبه جدا. تمام. وفي اللي ما كانش حابه، في اللي كان مش عايز يطلع معايا، في بيطلع وخلاص يعني اللي هو انا براضيك. تمام. وفي اللي كان بيحب معايا. بصراحة انا كنت باخد تليفون حد منهم عشان اصور. انا ما كانش معايا ساعتها تليفون كاميرته احسن حاجة، فكنت باخد التليفون منهم وبصور، وبعد كده اخد الفيديوهات عندي ومنتجها وانزلها. جيت انا اشتغلت سنين كتير، تمام، وهما معايا في نفس الشغل، بس احنا مش في نفس المنطقة. يعني كنا ناخد اليوم الاجازة كلنا نصور فيه. فجي في فترة بقى في اللي خلع، وفي اللي فضل معايا، وفي اللي مشي من الشغل. تمام. فترة لقيت بقى كله قل وبتاع، يعني زي ما تقول يأست، يعني مش عارف اعمل ايه. المجال اللي انا فيه محتاج حد معايا عشان اصور. طبعا انت لو وصلت لحد هنا متنساش اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد ان شاء الله من اللي انا هعمله. وجيت بقى لقيت كله مشي وبتاع وكده فما نزلتش بعديها في فيديوهات. والشغل اللي انا فيه برضو اشتغلت فيه كتير 8 سنين، فقلت اما اغير. والشغل كويس ومفيش اي حاجة، وصحابي كلهم فيه 8 سنين يا راجل. يعني لدرجة اللي انا كنت اغيب يوم، اليوم جايين يصحوني في البيت. والله فقلت اما اغير بقى. الشهور اللي انا فيها أنا لسه ساب الشغل بقالي شهرين، المصنع اللي انا كنت شغالفيه 8 سنين. فقلت اغير. اشتغلت في شركات مطاعم بازوكا. يونيفورم بازوكا. تمام. برضو لما قلت من الفيديوهات علشان صحابي، بسبب صحابي مش عارف اعمل ايه. المجال اللي انا فيه محتاج تصوير ومحتاج ناس تصور. ان شاء الله هكمل، ان شاء الله هعمل فيديوهات. برضو لما روحت شركة بازوكا، يعني برضو انا بروح شفت بالليل من الساعة 7 المغرب لحد الصبح. برجع الصبح يا جماعة ببقى نفسي اشوف السرير. تمام. باجي انام اصحى اروح برضو الشغل. مفيش وقت للتصوير خالص. والموضوع اللي انا فيه ملوش اي لازمة اصلا، ولا ليه لازمة خالص. وانا من ساعة ما روحت انا بقالي داخل في 3 شهر شغال معاهم في شركة بازوكا. لا حد شاف مني حاجة وحشة، ولا طريقتي مع حد كانت وحشة، وكلهم حابيني وانا بحبهم. بس هو نصيب. وان شاء الله ممكن ارجع لشغلي بتاع 8 سنين اللي انا اشتغلت فيه. ان شاء الله هيكون احسن. وان شاء الله انتوا تكتبوا لي في الكومنتات اي فيديو تحبوا تعملوه، انا هعمله ان شاء الله. ان شاء الله لو لوحدي، ان شاء الله هيكون في ناس معايا. اكتبوا لي بس في الكومنتات. فاللي انا عايز اوصله لكم يا جماعه، ان انا في الوقت اللي انا فيه الدنيا معايا مش احسن حاجه بصراحه. فانا حبيت اطلع واتكلم. فتره غيابي كانت طويله فعلا، ووحشني الفيديوهات اللي انا كنت بعملها، وحشني المونتاج اللي انا كنت بعمله. والله انا كنت بصور وبمنتج، يعني كان في واحد بيصور وانا منتج وارفع الفيديو. فان شاء الله اللي جاي احسن، التصوير اللي جاي احسن ان شاء الله هيبقى بتليفون انا بقى
بدل ما اروح لحد واقول له. ان شاء الله اللي جاي احسن ونرجع للشغل ال8 سنين. وانا بحبكم جدا يا جماعه والله، انتوا وقفتوا جنبي كتير. الفيوز يعني الفيديوهات اللي اترفعت ديت انا حاببها. عارف لو فيديو يجيب لي 1000 واللايكات يعني عادي، بس اللي يشوف الفيديو يعمل لايك يا جدعان. تمام، انا ما بقصرش مع حد. انا عارف ان انا مقصر في قله الفيديوهات، بس والله غصب عني. نقف جنب بعض، اكتب لي في الكومنتات رايك. تمام، لايك واشتراك في القناه عشان يوصل لك كل جديد من اللي ان شاء الله هيحصل. والافكار هتبقى جميله ان شاء الله الفتره الجايه. وانا بحبكم، وشكرا معامله شركه بازوكا.